السلام عليكم وأهلا بكم في الحلقة ديالنا اليوم من بودكاست أنوثة. غادي نهضروا على واحد السر اللي كل امرأة كتحلم تعرفه، وهو كيفاش نكتشفوا الأنوثة الحقيقية اللي لداخل كل وحدة فينا، وكيفاش نزيدوا الثقة في أنفسنا. السر المخفي للأنوثة كيتعلق بالطاقة الداخلية ديالك، بحبك لنفسك، بالوعي ديالك بذاتك وماشي بالمظهر الخارجي. في هذه الحلقة غادي نعطيك 5 خطوات اللي غادي تتبعيهم باش حتى انتي تكتشفي الطاقة الداخلية ديالك والأنوثة المخفية اللي عندك. أول خطوة باش تكتشفي هذا السر هي أنك تقضي وقت مع راسك. كل نهار تجلسي مع راسك ولو دقيقة واحدة، سمعي الأحاسيس ديالك، هضري مع راسك وحاولي تفهمي أشنو اللي كيخليك تحسي بالقوة وشنو اللي كيسبب ليك التوتر، بلا ما تحكمي على راسك أو لا يضغط عليك شي واحد. كوني صريحة مع راسك باش تعرفي على راسك مزيان. كل ما تعرفتي على راسك أكتر وكل ما حسيتي بالراحة مع نفسك، كل ما قربتي من الأنوثة الحقيقية ديالك. تاني خطوة هو تقبلي ذاتك. تقبلي ذاتك بكل مميزاتها وكل عيوبها، بدون شعور بالذنب، بدون مقارنات مع الآخرين. تعلمي تحبي نفسك كما هي وتقدري القوة ديالك بلا ما تحتاجي أي رضا أو إعجاب من شخص آخر. هذا القبول كيبني ثقة كبيرة في الداخل ديالك وكيخلي تصرفاتك طبيعية وفي نفس الوقت جذابة. ثالث خطوة وهي العناية بالطاقة ديالك. غتقولي لي كيفاش؟ غنقول لك كل يوم حاولي ديري حاجة كتفرحك، حاجة واخا تكون بسيطة، ممكن تكون تمارين ديال التنفس، او تكون انك تكتبي انجازات اللي درتيها في نهارك حتى ولو تكون صغيرة. ممكن تكون لحظة شكر لنفسك على الحاجة اللي درتيها في نهارك. هاد اللحظات كتجمع طاقة إيجابية وكتقوي ثقتك بنفسك بطريقة محسوسة. رابع خطوة هي تعلمي تقولي كلمة لا بلا ما تخافي. الحاجة اللي معجباتك قولي لا، ما بغيتش نديرها. عبري على الرغبات ديالك، واجهي المواقف اللي كتحسي فيها بعدم الراحة بطريقة واعية. هذه الممارسة كتزيد القوة الداخلية وكتخلي الأنوثة تبان بلا مجهود من الخارج. الخطوة الخامسة واللي مهمة هي مراقبة لغة الجسد ديالك والصوت ديالك. مثلا طريقة الوقوف ديالك، طريقة الجلوس ديالك، طريقة المشي ديالك، الابتسامة ديالك، التواصل البصري ديالك مع الناس، وحتى طبقة الصوت. كلها أدوات كتزيد الأنوثة ديالك. إلا عرفتي كيفاش تستعمليها بطبيعة الحال كتزيد من الثقة والأنوثة بدون مجهود. كل ما وعيتي حبيبتي بلغة الجسد ديالك، كل ما الطاقة ديالك كانت أكثر إشعاعا. وفي الأخير غنقول لك باللي السر المخفي للأنوثة والثقة بالنفس ماشي بعيد أو مستحيل. كل خطوة كتديريها بالحب لنفسك، كل لحظة كتعيشي فيها مع راسك وكتعتني فيها براسك، وكل مرة كتعملي فيها اختيار واعي كتعطيك طاقة، وغادي تحسي بالفرق تدريجيا. ومع الوقت غادي تبان الأنوثة ديالك من الداخل قبل الخارج، وتولي حياتك أكثر توازن وأكثر جاذبية طبيعيا. وهذا الشيء اللي غادي نكتشفوه مع بعضنا في الحلقات الجاية باش نعيش الأنوثة
بشكل كامل ومتوازن وحر.